حقيقة أنا معايا خبر حابب إن أنا أتكلم فيه، وهو على أحمد عبد القادر. طبعا أنا اتكلمت أكتر من كذا مرة في الموضوع ده في الفترة الأخيرة على أحمد عبد القادر، إن في مفاوضات وبعض المحبين لنادي الزمالك وبعض الوسطاء بيتكلموا عن أحمد عبد القادر انتقاله لنادي الزمالك. حق نادي الزمالك إن هو يتفاوض، وحق إن هو يبتدي يعني من وجهة نظري وارد إن ممكن بنسبة كبيرة جدا نلاقي أحمد عبد القادر موجود في نادي الزمالك على حسب تفكيره بقى. هل هيجي له عرض خارجي من قطر او من السعوديه؟ هل ممكن نشوفه في الفتره اللي جايه بره في احدى الدوريات العربيه؟ ده اللي هنشوفه. بس من خلال تواصلنا ومن خلال يعني فريق العمل ان في مفاوضات يعني كبيره جدا مع احمد عبد القادر انتقاله لنادي الزمالك. وانا يعني من خلال مصادرنا برضو ان احمد عبد القادر لسه ما خدش قرار. يعني لسه احمد عبد القادر ما خدش قرار في الموضوع ده، لان برضو خلينا نتكلم ان ممكن الفتره اللي فاتت بسبب ابتعاده عن المشاركه، وممكن يكون حابب ان هو يبقى موجود. يعني ممكن يكون عنده امل، يعني لو بنسبه حتى ضعيفه، لان خلينا نتكلم ان انا هقول لكم كلاعب بقى ان ممكن بسبب الكلام كتير جدا على مستر كولر في الفتره الاخيره ممكن يقول لك انا ما اقدرش اخد قرار دلوقتي، لان وارد ان ممكن مستر كولر يمشي. انا هجيبها لكم بقى بايه، باحساس كلاعب. انا دلوقتي في مشاكل ما بيني وبين المدير الفني، والمدير الفني مش حاببني ان انا ابقى موجود. بس انا شايف من خلال متابعتي، لان اكيد متابع النتائج ومتابع الفريق ومتابع الكلام بيتقال ايه على السوشيال ميديا. هقول ان انا ممكن عندي فرصه، يعني احمد عبد القادر ممكن يبقى متواجد مع النادي الاهلي في حال رحيل مستر كولر. يعني دلوقتي ارتباط عبد القادر بتواجده مع النادي الاهلي هي حاله واحده، ان مستر كولر يمشي. ووارد ان ممكن يكون احمد عبد القادر مدي مهله لنفسه، بس برضه خلينا نتكلم ان وارد ان مستر كولر يكمل. واحمد عبد القادر برضه في كلام برضه على سموحه، يعني عنده عرض رسمي من سموحه. بس برضه خلينا هكلمكم بقى والله، برضه لما ابقى كلعيب عندي مهاره وعندي الامكانيات العاليه، برضه اللعب مع احترامي طبعا لنادي سموحه، اللعب في الاهلي والزمالك مختلف. يعني اللعب في الاهلي مختلف. هل احمد عبد القادر مثلا هيقدر يفرط في الفرصه مثلا ويروح سموحه؟ او مثلا شايف ان هو عنده الامكانيات وعايز يرد مثلا يروح الزمالك؟ ما هو دي برضو بتفرق مع تفكير اللاعب. هنتكلم احمد عبد القادر من اللعيبه الكويسه، ودايما انا بقعد اقولها لعيب امكانياته عاليه جدا. ولو هو كان مركز في الفتره الاخيره وما دخلش في صدام مع الجماهير او حتى مع مستر كولر، كان عايز اقول لكم حاجه، كان هيبقى من العناصر الاساسيه مع النادي الاهلي حاليا، لان النادي الاهلي عنده ازمه هجوميا في الفتره الاخيره. وخصوصا كمان ان كان في فترات احمد عبد القادر كان مستر كولر بيستعين بيه، وكان خلينا نتكلم لما كان في مستواه ومركز وبيشتغل صح، كان موجود في الملعب، كان ليه دور كبير جدا، حتى لدرجه ان كان في اوقات كتير جدا كان بيشارك اساسي. يمكن الموسم ده لعب تقريبا 7 مباريات او 8 مباريات، وكمان مش باستمراريه، يعني مش 7 مباريات متواصلين. فهو احمد عبد القادر بعد نفسه برضه. فطبعا الكلام على احمد عبد القادر بخصوص الزمالك، خلينا نتكلم ان هو حتى لو انتقل للزمالك ده على حسب بقى رؤيه المجلس الاداره واللجنه اللي موجوده او الاعضاء اللي موجودين او حتى الجهاز الفني الموجود. هل شايفين ان احمد عبد القادر هيفيد نادي الزمالك؟ دي على حسب الاختيار وعلى حسب احمد عايز ايه. هل عايز يستمر في النادي الاهلي وعنده فرصه ان هو يبقى مستمر، ولا هيروح سموحه، ولا هيروح الزمالك؟ الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله انا واحد من الناس هتابع اخبار احمد عبد القادر، لان هو من اللعيبه الكويسه وعليه كلام كتير جدا، وهو بعد نفسه عن الملعب بسبب المشاكل اللي حصلت ما بينه وما بين الجمهور، اللي هي الكلام طبعا اللي اتقال على السوشيال ميديا، عملت بلبله واخرته وخلت فيه يعني في شحن ما بينه وما بين الجمهور. وطبعا بخلاف مشكلته مع مستر كولر، وابتدت الصحافه وابتدت الاعلاميين اللي موجودين حتى جوه الملعب ابتدوا يركزوا، قال لك اصل احمد عبد القادر ما بيسلمش عليه، واصل ده مقريف ومخنوق وازاي ما يسلمش عليه، فدخل نفسه في حته هو سبب ان هو بعد عن الحته دي. بالتوفيق لاحمد عبد القادر في اختياره، من اللعيبه الكويسه جدا، واتمنى ان هو يبقى موجود في الملعب في الفتره اللي جايه. طبعا في عرض بلجيكي اللي ضم ديانج من الاهلي، والنادي يرفض بسبب القيمه الماليه. قالوا ديانج جاله عرض من بلجيكا، يمكن اعتقد ان كان المبلغ بتاعه كان وصل مثلا 4.5 مليون دولار على ما اعتقد يعني. فطبعا مبلغ يعني مش ده النادي الاهلي يعني حاطط بادجت معين في اليو ديانج في البيع عنده. فاعتقد ان العرض اللي وصل للنادي الاهلي كان
مش مبلغ كبير، عشان كده النادي الاهلي رفضه. خلينا نتكلم ان اليو ديانج في الفتره الاخيره هو عنصر اساسي في النادي الاهلي لا غنى عنه، بس بقاله سنه بالظبط هو دماغه في الاحتراف، دماغه ان هو عايز يجرب تجربه الاحتراف في اوروبا مثلا، سواء في بلجيكا، كان في كلام على في الدوري الانجليزي وفي الدوري الفرنسي. برضو خلينا نتكلم ان دايما العروض اللي بتيجي للاعب وهو مركز في الحته الاحترافيه بتاخره شويه. اتمنى ان يعني ان اليو ديانج يركز، لان هو من اللعيبه الكويسه جدا وعنصر اساسي مع النادي الاهلي، ولو هو شايف نفسه ان هو ممكن يلعب في مكان كويس من الاخر من خلال ادائه، من خلال تواجده. انت عندك مباراه الاتحاد يوم الجمعه، على فكره المباراه اللي زي دي بتعلي من سعرك وبتعلي من اسمك من خلال تواجدك وانت مع النادي الاهلي. وعلم وان احنا يعني عرفنا ان الاهلي رفض التفريط في اللاعب في وسط الموسم. انا بتوقع ان النادي الاهلي صعب جدا ان يفرط فيه في فقره، يعني في فتره الانتقالات الشتويه صعب جدا. النادي الاهلي داخل على يعني بطوله افريقيا وفي المجموعات، وباذن الله النادي الاهلي هيعدي المرحله دي وداخل في ادوار، يعني ادوار صعبه جدا. والبطوله دي هي الوحيده اللي ممكن تقدر تصلح دايما المشاكل اللي حصلت في الفتره الجايه. فالنادي الاهلي ان يفرط حاليا في اليو ديانج في نص الموسم ده صعب. النادي الاهلي ده بيقرر مصير اللعيبه، الا بقى لو في لعيب معين مش عايزينه خلاص في البديل. بس اليو ديانج عنصر اساسي مع النادي الاهلي، وتواجده في نص الملعب مع النادي الاهلي لا عنصر، رغم ان هو مش ده اليو ديانج اللي انا اعرفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا رحيل أحمد عبد القادر عن النادي الأهلي هتكون خسارته الأكبر لو راح نادي الزمالك. لو راح نادي الزمالك وتألق في نادي الزمالك هتبقى مشكلة كبيرة جدا عند النادي الأهلي، ولكن الكورة في ملعب أحمد عبد القادر نفسه، لأنه لغاية دلوقتي مش قادر يتعامل مع المدرب بصورة كويسة وبصورة ترضيه. مدرب عايزك تلتزم في التدريبات وتسيب شغل المدرب للمدرب وشغل اللعيب للعيب. اللعيب عليه الالتزام في التدريبات والتفاني فيها، هيلاقي مكانه في التشكيل الأساسي، خاصة لو لعيب بنفس قوة ومهارة وإمكانيات أحمد عبد القادر. ده أول نقطة. النقطة التانية بالنسبة لديانج. ديانج الموسم ده ما هوش ديانج بتاع المواسم السابقة خالص. من الأول وأنا بتكلم عن ديانج بقول إن أدواره الهجومية في النادي الأهلي مش بنفس القوة ولا الكفاءة بتاعت واحد زي عمرو السولية، لأنه كفاءته ومهارته كبيرة جدا، ولا إمام عاشور ولا الحتة دي. ديانج لعيب كويس جدا، وكتير من المطوشة كان بيحافظ النادي الأهلي على امتلاك خط نص الملعب، ودي أهم ميزة عنده. لكن تمويله للهجوم أو مشاركته في الهجوم دائما وأبدا بتبقى ضعيفة وعلى فترات. لكن دوره الدفاعي جميل جدا ومؤثر جدا، باستثناء السنة دي أقل مواسم ديانج في النادي الأهلي. نتمنى نعرف السبب. كنت أهلاوي أصيل، كنت من عشاق الرياضة المصرية. ادينا لايك واشتراك ولو رايك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.